اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة معانا فيديو جديد، هنعمل إن شاء الله المخلل المشكل. معايا هنا قرنبيطة، ومعايا جزر وفلفل ولفت وبنجر. تمام. أول حاجة معايا مية سخنة مغلية محطوط فيها رشة كمون، مية مغلية. أنا طفيت النار وهبتدي إن أنا أفصص القرنبيطة بتاعتي وأحط فيها الورد بتاعها بس، يعني العروق اللي من تحت دي انا بشيلها، بسيب بس فيها جزء بسيط، وهغطي عليها واسيبها بقى كده لحد ما المية تبرد خالص. بعد كده هغسلها وهبتدي ان انا استخدمه زي ما انتوا شايفين. هحط كل القرنبيطة بتاعتي في المية السخنة دي، وهسيبها لحد ما المية تبرد خالص. بعد كده اغسلها، هصفيه طبعا من المية واغسل القرنبيطة عادي خالص. معايا هنا بقى الجزر، قشرته ونضفته، واللفت كمان. ومعايا القطاعة دي انا بقطع بيها، بتدي شكل زي بتاع المحلات بالظبط، او ممكن تقطعه عادي برضو براحتكم، بس ده بيدي شكل وبيبقى يعني شكله كويس زي ما انتوا شايفين كده. هو تقريبا الحتة دي زيادة عندي، مفيش مشكلة عادي. اهو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هقطعه بقى كله زي ما انتوا شايفينه كده، حتى اللفت انا قطعته برضو بالقطاعة دي. اي قطاعة عندك مشرشرة هتديكي نفس الشكل. والجزر اهو والقرنبيطة انا غسلتها وحطيتها في مصفى كده. بص بقول لكم يعني ان العرق بتاعها ناشف شوية. معايا بقى طبق كبير، هبتدي ان انا احط كل الخضار ده فيه. احط الجزر واحط الفلفل. عايزة تكتري فلفل كتري براحتك، بس انا بحب الفلفل مش كتير. هحط بقى كل الحاجة على بعضها وهقلبها كويس قوي عشان كله يخش في بعض. وده بنجر انا خليته في الاخر خالص عشان ما يفقدش اللون بتاعه. اهو بقطع تقطيع عشوائي جدا، يعني ابتدي احط على الخضار بتاعي عشان هيديله لون وهيديله طعم، وفي نفس الوقت في ناس بتحب تاكل البنجر ده. اهو زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. وابتدي احط القرنبيطة بتاعتي وهقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض. هاتي الكمية اللي انت عايزاها واعمليها، مش شرط انك هاتي كمية صغيرة، عايزة كمية كبيرة. لو انت مثلا عايزة تدوقي حبايبك او كده هاتي كمية كبيرة واعملي. بس جربي، لو عجبتك الطريقة جربي في كمية صغيرة، لو عجبتك هاتي كمية كبيرة واعملي بقى زي ما انت عايزة. بس الطريقة دي احنا بنعملها في كل سنة، يعني ما بنغيرهاش. معايا هنا بقى برطمان كبير، البرطمان ده بياخد 4 كيلو. هبتدي ان انا احط الخضار بتاعي الاول. اهو زي ما انتوا شايفين هبتدي ان انا احط الخضار كله في قلب البرطمان ده. مليت البرطمان اهو، فاض كمان معايا احطهم في برطمانات تانية هوريكم برضو. البرطمان ده بقى احط له، هجيب 3 فصوص توم بالظبط وهقطعهم وهحطهم على البطرمان كده من فوق. طبعا التوم بيدي بس طعم وريحة للمخلل بتاعي فقط لا غير. وهحط كمان معلقة خل كبيرة
دي معلقة خل كبيرة. الخل بيحفظ لي المخلل ومش بيخليه يتهري يعني. وهحط كمان حوالي معلقة كبيرة هريسة شطة. لو ما عندكيش ما تحطيش، او ممكن تجيبي فلفل احمر وتفرميه وتحطيه، هو هيديكي برضو طعم ولون للمخلل بتاعك. زي ما انتوا شايفين كده. جبت مية عادية خالص من الحنفية، هبتدي ان انا احيق المية بتاعتي بالملح. هتقولي لي هياخد قد ايه ملح؟ هقولك معرفش. حطي ملح لحد ما تحس ان المية بتاعتك محدقة شوية، ما ينفعش تبقى دلع. لو دلع المخلل بتاعك هيبوظ وهيضطر وهترميه. لكن لو حادقة هنعرف نعالج الموضوع. لو حادقة قوي، لكن انتي لو ظبطتيها وخليتي المية بتاعتك دقتيها كده حسيتي بس ان هي حادقة شوية مش كتير، كده تبقى المية بتاعتك مظبوطة وكل حاجة. هبتدي ان انا احط المية في البرطمان الكبير ده. هملاه بقى، مش هملاه على اخره يعني، عشان لسه اللفت بينزل مية طبعا، والقرنبيط والحاجات دي كل دي بتنزل مية. انا هملاه لحد بس ايه، اول الخضار بتاعي من فوق. ببتدي انزل الهريسة بتاعتي بالمعلقة زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. وطبعا بعد ما يستوي اكيد هوريهولكوا هيكون عامل ازاي. يعني هفتح البرطمانات ديت في وقت تاني او في فيديو تاني هوريهولكوا برضو كان عامل ازاي. المخلل ده بيقعد بالظبط من 10 ايام لحد 15 يوم. بعد كده تفتحي عليه وتاكلي منه عادي. وممكن يقعد كمان معاكي لحد شهر، عشان احنا في الشتاء فالمخللات مش هتبوظ معانا بسرعة. يعني 15 يوم او 10 ايام مفتاحة عليه هتاكلي منه عادي جدا. بعد كده بقى احفظيه في التلاجة. انا بقلب البرطمان كده عشان كل المكونات تدخل في بعضها. اهو ده برطمان كبير، يعني يقعد فترة كبيرة معايا يعني. اللي انا بقى اللي فاض في الطبق انا عملت برطمان صغير كده، وعلبة كمان كانت عندي فمليتها برضو كده زي ما انتوا شايفين. انا حاطه جواها كيس وقافله عليه، يعني حاطه كيس في العلبة الصغيرة دي وربطاه ومغطيه عليه. ده كمان يحفظه اكتر، بس انا ما كانش عندي كيس كبير عشان احط فيه في البرطمان الكبير. اتمنى بقى تجربوا الوصفة بتاعتي وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.